قبل أكثر من 7 سنوات جاءني صديق مقرب بحلم، وفي حلمه رأى نفسه يضع أحد أقدامه في الشركة التي يعمل بها، والقدم الأخرى في المنزل. وفي الحلم فجأة حدثت زلزلة في المكانين في نفس الوقت. كان حلما مرهبا، فأن يواجه الشخص زلزالا في حياته وينجو يكون بمثابة فيلم مرعب، فكيف لو تزلزل فيه الحلم نفسه؟ جاء الصديق المقرب إلي بالحلم، وذهبت أنا للدراسة والبحث، وبعد فترة كان الجواب: سوف تمر بمشاكل في عملك وفي بيتك في نفس الوقت، وهذا بسبب وجود قدم في الشركة والأخرى في المنزل. ولكن هذه المشاكل تخضع لسيطرة الخالق، وسوف يستخدمها الله لكي يغير في شخصيتك للأفضل ويأخذك لمكان أفضل. وفعلا خلال فترة وجيزة كان صديقي هذا يقوم بتجهيز منزله بعد أن كان قد تزوج حديثا، وكان يواجه الصعوبات مع العاملين الذين يحضرون له عفشا جديدا مجرحا وممزقا، أو يصلحون المنزل بطريقة خاطئة. ولأن شخصيته شخصية مثالية ويريد كل شيء كاملا، كان هذا الأمر يزعجه، وفي نفس الوقت كان يواجه العديد من المشاكل في شغله، وأحس أنه فقد الشغف لمكان عمله. وهذه كانت الزلازل في حلمه. بعد فترة من هذه المشاكل نراه أصبح ذا قدرة أكبر على تحمل أخطاء الآخرين، ولم تعد تؤثر فيه تفاهات الأمور والأمور الصغيرة في الحياة، وساقه الخالق إلى عمل أفضل بمرتب أفضل. وما كان هذا ليحدث لو لم يواجه مشاكل في عمله ويكتشف كم كان تعيسا به. فالزلازل في الأحلام هي إزالة الخالق لأمور سيئة في حياتنا وزراعته لأمور جيدة فينا من خلال المشاكل والصعوبات. ولكن هل هذا المعنى الوحيد للزلازل في الأحلام؟ وهل هناك معان أخرى؟ يحكى أن رجلا تقيا صعد إلى الجبل وفي قلبه شوق لمعرفة الخالق ومحبته. لم تكن الطريق سهلة، فصعود الجبل يحتاج لأيام من الصعود والمشقة، ولكن عندما وصل القمة كان هناك البروق والرعود والأمطار النارية، وحدثت الزلازل الكبيرة وتصدع الجبل واهتز بقوة. وكانت هذه رسالة لهذا الرجل التقي أن الخالق موجود ويحبه وقادر على كل شيء. فحلم نكون فيه على رأس جبل يهتز يحمل لنا نفس الرسالة من الخالق. ولكن الآن ماذا لو انشقت الأرض وابتلعت أشخاصا في الحلم؟ ماذا يعني هذا؟ يحكى أن قائدا تقيا كان يقود شعبا عظيما، وكان يخاف الله ويحب شعبه، وفي يوم من الأيام تآمرت عليه جماعة من شعبه وحاولوا تحريض الناس عليه لكي يتخلصوا منه ويأخذوا مكانه، فاتهموه بكل أنواع التهم الباطلة أمام الشعب. وكان هذا القائد حليما صبورا، فلم يدافع عن نفسه، بل قال لهم أن الله سوف يحق الحق ويدافع عن المظلوم، وذهب لمنزله ونام قريرا. وفي اليوم التالي اجتمع بكل الشعب، وأيضا جاء المتآمرين عليه، ودعا أمام الكل أن يحق الله الحق. وفجأة صارت زلزلة وانشقت الأرض تحت أرجل المشتكين، فابتلعتهم هم وممتلكاتهم، ودافع الله عن حق هذا التقي. فكذا إذا رأيت في الحلم أو رأيت في الحلم أشخاصا تبتلعهم الأرض، فالله يطلب منا دعوة بسيطة لكي يدافع عنا ويزيل شرهم بثانية. وسنتابع الحديث عن الزلازل في حلقات آتية، وشكرا.